عبد الملك قال أيها الناس إن الرجل ليرفع اللقمة إلى فيه مرة أو مرتين وإن الله عز وجل قد كتبها لك. لابد أن تعتقد هذا المعنى الجليل إذا أردت حسن التعامل مع اسم الله عز وجل الرزاق. الله عز وجل هو الذي يرزقك. واعلم أيها الأخ الكريم أن الله سبحانه وتعالى يعطي الرزق لمن يحب ولمن يبغض. فإياك ومنهج الذين يرون أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا فإنما أحبه وإذا منع عبدا فإنما قد أبغضه. لقد رد القرآن الكريم هذا الأمر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، هذا ظن خطأ. لا علاقة للرزق بين مسألة النسب ولا للحسب ولا للذكاء ولا للشرف. فإن الله عز وجل يعطي الأرزاق ويقسمها لمن يحب ولمن لا يحب. فلذا قال سبحانه وتعالى وهو يرد زعم الكفار في سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. ثم قال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فرد الله سبحانه وتعالى على الكفار زعمهم في أنهم فضلوا أنفسهم على المسلمين على المؤمنين بدعوى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم وقد منحهم وقد رزقهم. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فإياك أن تظن أن هذا من باب الكرامة، فإنما هذا استدراج. نعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. إذا لابد أن تعتقد هذه المعاني الجليلة. والعقائد في مسائل الرزق ما أكثرها غير أن الوقت لا يكفي، ولكني أقول من حسن التعامل مع اسم الله عز وجل الرزاق أن تأتي أسباب الرزق ومفاتيح الرزق. فإن الله عز وجل قد جعل للرزق أسبابا وجعل للرزق مفاتيح، وكل منا يريد الرزق ويريد أن يدخل باب الرزق. فعليك إذن بالمفاتيح، خذها أيها العبد. المفتاح الأول من مفاتيح الرزق هو الاستغفار. قال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان الحسن البصري رحمة الله عليه في مجلسه، فجاءه رجل فقال له: يا أبا سعيد، إننا نشكو الجد والقحط في بلادنا. فقال الحسن: استغفر الله. ثم جاءه رجل آخر وقال: يا أبا سعيد، إني أشكو الفقر. فقال الحسن: استغفر الله. ثم جاءه رجل وقال: يا أبا سعيد، إنني أشكو عدم الولد. فقال الحسن: استغفر الله. فقال تلاميذ الحسن للحسن: يا أبا سعيد، 3 نفر يسألونك 3 أسئلة تجيبهم بجواب واحد. فقال الحسن: هذا ليس من عندي، هو من عند الله عز وجل. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الأول ويمددكم بأموال هذا الثاني وبنين وهو الثالث ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاكثروا من الاستغفار بارك الله فيكم، فإن الله عز وجل سوف يبسط عليكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الحلال الطيب. المفتاح الثاني صلة الأرحام. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في الرزق، أن يوسع الله سبحانه وتعالى له في رزقه، وأن ينسأ. النسيء هو التأخير، النسيء هي التأخير. وأن يؤخر له في عمره، بمعنى أن يبارك المولى سبحانه وتعالى له في عمره فليصل رحمه. والحديث ظاهر أيها الإخوة الكرام، عندنا أداة شرط وشرط وجواب الشرط. فإذا أردت أن يوسع الله سبحانه وتعالى لك في الرزق وأن يبارك لك في العمر فعليك بصلة الأرحام. أين نحن أيها الإخوة الكرام من هذا المفتاح العظيم الذي ضيعناه في زماننا هذا، وأصبح ما نعاه علينا القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فانتشر قطع الرحم بيننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. المفتاح الثالث المتابعة بين الحج والعمرة، فإن هذا مما يوسع عليك رزقك. فلقد روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أجل العبادات التي يبعد بها المولى سبحانه وتعالى عنك الفقر، ولازم ذلك أن يرزقك الله سبحانه وتعالى وأن يوسع عليك. المفتاح الرابع على
عليك أن تحسن إلى المساكين وإلى الضعفاء وإلى اليتامى. فلقد روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذا فلا بد أن تحسن إلى الفقراء وإلى المساكين حتى يرزقك المولى سبحانه وتعالى ويوسع عليك. مفتاح آخر وسيدفع عليك كل المفاتيح. تفرغ لعبادة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقك رزقا عظيما. فلقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البزار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفرغ لعبادتي أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ما أجمل هذا الحديث. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. إذا فتفرغ لعبادة الله عز وجل حتى يملأ الله سبحانه وتعالى صدرك. هذا الصدر القلق الحرج الذي يحمل هموم العيش وهموم المعيشة، عليك أن تتفرغ لعبادة الله عز وجل، فسيملأه المولى سبحانه وتعالى لك غنى، وسيسد المولى سبحانه وتعالى فقرا. أما من لم يتفرغ لعبادة الله عز وجل، انظروا إلى واقعهم، عندهم في أرصدتهم المليارات، وعندهم الدور والعقارات، ومع ذلك صدورهم حرجة قلقة، صدورهم دائما في شغل، ولم يسد المولى سبحانه وتعالى عليهم الفقر، إنما يرون الفقر نصب أعينهم ويخشون ذلك ويخافونه. لما؟ لأنهم لم يتفرغوا لعبادة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغنا لعبادته. الحمد لله. وبعد أيها الإخوة الكرام، من المفاتيح العظيمة التي يفتتح بها الإنسان باب الرزق متعاملا مع اسم الله عز وجل الرزاق هو أن يتوكل على الله عز وجل حق توكله. فلقد روى الترمذي بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث حسن. وما أجمل هذا الحديث، التوكل على الله عز وجل أيها الأخ الكريم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والتوكل فيه معنى تقوى الله عز وجل. ولقد قال ربك سبحانه وتعالى عن المتقين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تقوى الله عز وجل وإن التوكل على الله عز وجل يؤدي إلى أن يرزقك الله عز وجل بدون حساب. الحسابات